بسم الله الرحمن الرحيم. سعد بركات، مسؤول هنا عن مدرسة الكورة بمركز التنمية الشبابية بمدينة الداخلة. والله احنا بقالنا فترة يعني شغالين، بسم الله ما شاء الله زي ما انت شايف كده. أعداد كويسة، قسمنا فئات عمرية ومستويات، وبدأنا مع الكابتن سيد موسى، راجل يعني غني عن التعريف. لعب في أندية عديدة في ممتاز ب وممتاز ودرجة تانية ودرجة تالتة، وما خلاش يعني بسم الله ما شاء الله. فلما يدي خبرته دي للعيال الصغيرة، احنا لينا شعار كده للأكاديمية، العيال كلها محافظة عليه. احنا بنحافظ على الصلاة والدراسة، وبعدين تيجي الرياضة المرحلة المرتبة الثانية. عندنا مفيش ألفاظ خارجة نهائي، لا في مدرسة الكورة ولا بره المدرسة نهائي. العيل بنتابعه مع ولي أمر الصلاة. بنتكلم على التغذية السليمة في الأكاديمية هنا، إن إزاي العيل ياكل إيه وما ياكلش إيه، يبتعد عن الشيبسيات والكاراتيه والبيبسي والمواد الحافظة. بنحاول بقدر الإمكان يعني، حتى إحنا عملنا جروب لأولياء الأمور عشان نتواصل مع أولياء الأمور ونشوف الابن ملتزم في البيت سلوكيا وتغذويا. وقلنا التغذية حتى اللي هم عندهم مثلا سمنة أو زيادة في الوزن، لازم ولي الأمر يساعدنا. احنا مهما يكون مش هنقدر برضو ندي التدريبات البدنية اللي بتنزل من الجسم، فلازم ولي الأمر يساعدنا في الموضوع ده. ماشيين بنظام علمي الحمد لله رب العالمين. عندنا يعني اللي يساعدنا على الموضوع ده، حاصلين على دورات، والدورة الأساسية والرخصة سي، والكابتن سيد لسه جاي من المنيا حصل على الرخصة دي. ويعني مش بندرب تدريبات، لا، على أساس علمي بحت. قسمنا زي ما قلت لحضرتك فئات عمرية ومستويات. والنهارده كان تقييم في نهاية كل شهر، بنعمل تقييم، بنستدعي أولياء الأمور بيحضروا معانا، بيجي يشوف مستوى ابنه وصل لفين، هل تطور المستوى، وصل لإيه بالظبط، واقف على إيه. بنعمل تقييم نظري وتقييم عملي، وبندي درجات، بنبلغ ولي الأمر بالدرجات اللي حصل عليها اللعيب. اللي ما بنلاقيهوش مركز معانا او في حاجه، بنقدر نعرف ايه المشكله في البيت اللي بنقدر نوقف عليها. وممكن احنا ايه، يكون العيل ممكن عنده مشاكل تانية، حاجات نفسيه، حاجات ايه، بنوقف عندها ونحاول برضه نعالجها مع ولي الامر. يهمنا في المرحله دي احنا بنركز جدا جدا على الجانب المهاري. يعني يعتبر شغلنا باكثر من 60 70% منه نواحي مهاريه. وزي ما انت حضرتك اديك شفت العيال بتأدي المهارات، بدأت يعني بسم الله ما شاء الله تطور من نفسها. في عيال بتبقى جايه كويسه بتساعدنا دي بصراحه يعني. وفي ناس لسه بتبقى يعني ولي الامر بيبقى جاي يقول لي انا عايزه بس يندمج مع المجموعه وكويس. برضه بندي لكل واحد، بنقسم على زي ما قلت لحضرتك مستويات وفئات عمريه وفئات سنيه. بنشكر طبعا جدا جدا مجلس الاداره متعاون معانا لاقصى درجه. استاذ عادل محمد حسن رئيس مجلس الاداره، واعضاء مجلس الاداره بالكامل، الاستاذ هاني حجازي المدير المالي، اللي بصراحه مش سايبنا في اي وقت. بنقول لهم على اي حاجه معانا، داعميننا دعم كامل. زي ما قلت لحضرتك برضه في جروب لاولياء الامور على الواتس، بتواصل معاه، بنعرض فيديوهات اللي بتتصور للمدرسه، مدرسه الكوره بننزلها، نصور حاجات فرديه، مهارات لبعض اللعيب بننزلها. برضه ولي الامر لما يشوف ابنه كده على الجروب وبتاع ده، حاجه برضه بتشجعه وبتحسسه ان الابن في تطور. في يعني في فيديوهات نزلت ولقت استحسان ناس كتير حتى بره الاكاديميه خالص، وده اللي شجع الناس انها تجيب ابنائها عندنا هنا. بسم الله ما شاء الله. احنا قسمنا رغم الايام، يعني عندنا سبت وحد واثنين واربع وخميس، ورغم ذلك الاعداد كل يوم. يمكن النهارده يمكن جبنا المجموعه اللي هي يعني كبار شويه، انما احنا معانا اعداد صغيره اكتر من كده بكتير يعني. لكن الحمد لله رب العالمين احنا راضيين جدا، راضيين عن نفسنا، راضيين عن ناس كتير قوي في الاكاديميه بصراحه تغيرت للاحسن سلوكيا قبل اي شيء. ده يهمنا زي ما قلت لحضرتك السلوك. ما بنسمحش باي لفظ نهائي طالما اللاعب دخل مركز التنميه الشبابيه من الباب لغايه لما يخرج. بعد كده ما بنسمحش باي لفظ لا خارج نهائي خالص. بنعلم اللعيب ازاي يحترم زميله،
بدأنا نطبق حتى قبل التدريب ازاي بيسلم على زميله، ان ده صاحبه وزميله واخوه معاه في التدريب، مفيش حاجه اسمها ده خصم ده لا. وعلمناه ازاي حتى بعد كده. يعني عندنا حته حلوه بسم الله ما شاء الله الكابتن عادل ساعدنا فيها، ان احنا ان شاء الله هنسجل فريق اتحاد السنه دي من ابناء الاكاديميه. دي هتبقى برضو ان انت تشوف نتاج تدريبك في السنوات او الشهور دي، وتشوفه بقى في فرقه في الاتحاد متسجله. دي هتدينا تدينا احنا دفع، وتدي للاولاد ان في هدف بيتدربوا عشانه. الحته دي يعني بصراحه كان اللعيب بيتمرن وهو ما، طب ايه الهدف من الاكاديميه او مدرسه الكوره او بتاع، لا احنا لما هنسجل فرقه من اولاد الاكاديميه اولاد المدرسه تدي للباقي اللي جاي يتدرب. والناس فعلا بدا الموضوع ده يسمع بره، وبدات الناس تيجي. احنا معانا ناس من الكوره، معانا ناس من الجديده، معانا ناس من المشير، معانا ناس من الشخوالي، معانا ناس من المعصره، معانا ناس من راشد هنا، معانا ناس من موت زي ما انت شايف كده. فالناس بدات تسمع في الكوره كلها وفي يعني كل حته ان احنا هنسجل فعلا فريق اتحاد من ابناء الاكاديميه. والله احنا يعني الاستاذ عادل قال لي انا ما بيهمنيش في اول سنه النتائج نهائي، والله ما بيهمنا النتائج على قد ما بيهمنا ان انت تلعب كوره في السن دي الصغيره دي كوره صح. يعني الحمد لله رب العالمين زي ما بقول لك معانا الكابتن سيد موسى، راجل لاعب في مستويات لما بيدي خبرته دي للعيال، والعيال حاسين بالموضوع ده. ويمكن انت ملاحظ يعني كابتن احمد حتى لما جيت ونفسك تدريبات، والله انا مش عايز اقول لك بتاع دوري ممتاز مش بتاعه مدارس كوره واكاديميات. الدراسه برضه بتنفع ان احنا بقى يعني لسه راجل واخد الرخصه وجاي بيطبق كل اللي خده. احنا معانا برضه الحمد لله رب العالمين الدوره الاساسيه والرخصه والدوره المتقدمه وحاجات زي من دي. فبرضه ايه ما بنبخلش على العيال باي معلومه باي حاجه فنيه بنديها له. زي ما قلت لك برضه يهمنا في المقام الاول والاخير السلوك الرياضي للاعب.